السلام عليكم جميع الصديقات والاصدقاء. اليوم بغيت نشارك معكم فيديو ديال هذا الرنج، هذا ماشي التين ماشي الليمون، الرنج اللي تيكون في الشجر اللي تيكون تيترمى، تيجي الريح تيترمى وداك الشيء. انا ديما تنجمعو من الموسم ديالو، ديالو تنجمعو، تنصوب به، تنعمرو في القراعي، تنخليهم كونجولي في الثلاجه، تنصلحهم العصير في الصيف ان شاء الله. تنغسل به الدجاج. المهم جميع الاستعمالات اللي تنحتاجو فيها الليمون ولا الخل انا تنستعمل بزاف ديال الاورنج، لان فيه له فوائد كثيره، والفيتامين سي، ومنعش بزاف في جميع العصائر. حاولوا تشاهدوا هذا الفيديو وغادي تشوفوني ان شاء الله شاركت معكم واحد الفيديو ديال التفاح غزال جاب هاد الرنج وسكر حسب الخليط. تابعوا معايا وانتم غادي تشوفوا ان شاء الله بحول الله. باش غسلته درت له حكه وغسله وعصرته بواحد الاله اللي معروفه تيعصروا فيها الاورنج في الزنقه. عصرته مزيان وتبارك الله عطاني كميه وفيره تبارك الله، اللي زعما الا حاولتيو تبقاو تستافدوا من هذا الرنج هذا راه مفيد جدا للصحه، راه مفيد جدا وتهرس الحجر ديال الكلاوي. الطيبه ديال العصير ديال الرنج انا في نفس النهار، كان نهار الجمعه وغادي نديرو سكسو ان شاء الله بحول الله. غادي نستغلو، غادي ندير واحد العصير بسيط ساهل ماهل بسيط ديال التفاح، كاس ديال الاورنج ماشي الليمون ماشي التين، هذا الاورنج تنعطرو الرنج، كاس ديال الماء، وعندنا سنيده حسب الذوق، وعندنا التفاح. انا تنستعمل التفاح بالقشور ديالو. غادي ندير العصير ان شاء الله وغادي نولي معاكم.